بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بيان رقم 2 صادر من مجلس ثوار عشائر الأنبار بعد أكثر من عام والمطالبة بحقوق مشروعة من ساحات العزة والكرامة. أردنا من خلال هذه الساحات إيصال رسالة إلى العالم بأن الشعب في المحافظات الغربية قد سلبت حقوقه طيلة 10 أعوام، وكنا نحرص كل الحرص على أن تكون أصواتنا سلمية رغم كل الاتهامات التي وجهت لنا من قبل المالكي وحاشيته، وإطلاق العبارات بحق عشائرنا تارة فقاعات وتارة إرهابيين وتارة نتنة، ويهدد ببحر من الدماء والعبارات الطائفية التي تفرق بين أبناء الشعب الواحد، وآخرها إعلان الحرب بين أتباع يزيد وأتباع سيدنا الحسين، وتناسى المالكي بأن يزيد هو الذي كان يحكم وبيده السلطة وسيدنا الحسين هو المظلوم. وبدأ المالكي بحرب إعلامية وسخر القنوات الفضائية التابعة له والمأجورة لترويج مشروعه الطائفي لأجل مصالحه الحزبية. وبدأ الحرب بمجزرة الحويجة وجامع سارية في ديالى وأبناء السنة في بغداد وأطرافها، مستغلا المؤسسة العسكرية والوزارات الأمنية أبشع استغلال لتصفية حساباته وترويج مشروعه الحزبي على حساب دم أبناء الشعب العراقي. ولم يتعظ من كل هذه الأفعال التي سيحاسب عليها أمام الله والناس، واليوم يعلنها حربا على أبناء عشائر الأنبار، وزج بترسانته العسكرية وجيش الجيوش من كل المحافظات بدعم من حلف الخونة والغادرين وبحجة مطاردة الإرهاب في صحراء الأنبار. ولكن تفاجأنا بتوجيه ترسانته إلى ساحات الاعتصام واعتقال رموز الساحات واعتقال الدكتور أحمد العلواني وقتل شقيقه والتمثيل به بالتواطؤ مع بعض ما يسمى شيوخ الصحوات والردة والسياسيين الخونة الذين طلبوا من المالكي بدخول الجيش والميليشيات الأخرى إلى المحافظة، متناسيا المالكي وحلف الخونة إن الأنبار بفضل الله تعالى هي من أبكت وأركعت أسيادهم الأمريكان، والأنبار هي أول من ضربت الإرهاب. وإجلالا لله تعالى وحرصا على ما تبقى من دماء الأبرياء وما تبقى من كرامة الجيش العراقي، نمهل الحكومة بفترة لسحب كل قواته وميليشياته من محافظة الأنبار وإبعاد الجيش للدفاع عن حدود العراق المستباحة من قبل دول الجوار. كما سيقوم ثوار العشائر بإعادة جميع مراكز الشرطة وحفظ الأمن وطرد جميع عناصر الإرهاب من كل مدن المحافظة إن وجدت. ونحمل مسؤولية هذه الدماء التي سالت سواء من المدنيين والجيش للمالكي وبعض القادة العسكريين وحلف الفاسدين والغادرين الذين ضللوا الشعب العراقي والرأي العام بوجود داعش والقاعدة في مدن الأنبار. ونطالب محافظ الأنبار بتقديم استقالته فورا وإقالة جميع المسؤولين الذين شاركوا في تضليل المعلومات وإراقة دماء الأبرياء وإحالتهم إلى المحاكم. وعلى عناصر الشرطة المحلية حماية الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية وحماية المواطنين وعدم التعاون مع ميليشيات المالكي والصحوات لأنهم هدف للثوار العشائر. وعلى جميع أبناء المحافظات المنتفضة التهيؤ والاستعداد، لأنه سوف تكون هناك معركة حاسمة بين الحق والباطل، وهذه الفرصة الأخيرة ولن يكون بعدها أي كلام، والله من وراء القصد. ونحمل أيضا بعض الفضائيات مع الأسف مثل القناة العربية وقناة الشرقية وهذه القنوات التي انجرت وراء المصالح ووراء الضغط السياسي أو الضغط المادي. لحد الآن احنا نريد نعرف هل هناك قصد من هذه التشويه. من يقاتل على الأرض هم ثوار العشائر، وأحمل مسؤولية وهذه المرة الأخيرة إلى أبو ريشة وبعض الصحوات اللي الآن انتشرت في محافظة الأنبار بحجة مقاتلة داعش. أنا أدعوهم الآن أن يلتحقون بأبناء ثوار عشائر مقاتلة داعش وغير داعش إن صدقت النوايا. هذه نقطة. على المالكي أن يفهم بأن المعركة في الأنبار خاسرة لا محال، وعليه أن يثبت بالإعلام وسائل الإعلام ينطي خسائر اللي تكبدها الجيش العراقي بسبة هذه المهاترة الرعناء، وأن يظهر الآن كم من الجثث الآن ملقاة في الشوارع وأنطيه إياه بالضبط. المعركة اللي صارت في معركة البوبالي والبعبيد الآن لحد الآن أكثر من 100 جثة ملقوحة من القوات الأمنية على السدة جافت وما حد يقدر يشيلها، وخليه يطلع يشوف زيل وهمر ودباب وناقلات أشخاص وهاي الآليات المحرقة في الشوارع. مسؤولية من؟ مع هذا نقول مع هذا برغم التضليل الإعلامي وبرغم حتى حرف مسار هذه الثورة فإحنا صامدين وصابرين الدفاع عن حقنا.
ما دزينا عليه ولا ردنا أن تكون هناك معارك دامية ورفع السلاح سنة من السلمية، ولكن يريدها سنة حربية هذه السنة اللي قادمة. وعليه احنا كلام نهائي، لا أبو ريشة يتحكم بالأنبار، ولا نسمح بأي مبادرة عن لسان أي واحد من الخونة اللي أطلقوا هذه المبادرات الكاذبة اللي لابسين دروعهم يفترون مع القوات العسكرية. خلي يجون يطهرون مناطقهم إذا هم رجال مع أبناء عشائرهم. أما هذه المزايدة الكاذبة وهذه المؤامرة على محافظة الأنبار فعلى الجميع أن يفهم. والله العظيم لو انقطعت كل وسائل الإعلام وانقطعت كل السبل فاحنا متجبرين بالله سبحانه وتعالى، وسيكون الرد مرة ثانية راح نقول المالكي سيكون أقسى من الماضي. أما داعش وراعش وهذه التفاهات فهي سيناريو مرتب من قبل الحكومة. داعش ابن سيناريو داعش هو سيناريو أو تمثيلية داعش والمالكي يجب أن تنتهي في الأنبار، وعلى المالكي أن لا يتكلم بألفاظ مع الأسف نقولها عندما يقول إلى العشائر لا نريد أن نستخدم القوة. أنا أقول اطلع إذا كانت هناك عندك قوة أو ما تبقى عندك من قوة، لأن العشائر الأنبار مصرة على أن تحافظ على مدنها. أما المشروع الإيراني بيد عراقية ينفذ علينا فهذا الأمر لن يتم في محافظة الأنبار. وأبشر حتى الخونة اللي تركز عليهم، الخونة الآن اللي مع المالكي هم نفسهم اللي باعوا تنظيم القاعدة، هم نفسهم من كانوا يطببون ويختالون وقتل ال5 جنود. خلي يعرف المالكي ويعرف هو بطن من، فلا يجي الآن وعلى كل وسائل الإعلام. والله أحذر كل وسائل الإعلام، أحذر تحذير هذا وهذا جد، لا يخلطون بين ثوار العشائر والتنظيمات الإرهابية وداعش. هذا لن نسمح به إطلاقا إطلاقا. احنا العشائر الآن تتقاتل في كل مكان دفاع عن أنفسنا بفتاوى شرعية برخصة من الله سبحانه وتعالى. ما جئنا ولا طالبين لا للحرب ولا طالبين للدماء، ولكن المالك اختار الحرب في التوقيت الخطأ والمكان الخطأ. لذلك أنا أنصح نصيحة أخيرة خلي يسمعها، لا أمريكا راح تشفع لك ولا إيران. اخرج من الأنبار وخلي الأنبار بيد أهلها الخيرين. لا تناشد وتصنف الأنبار إلى نصفين، النصف الوطني اللي عندك أنت، احنا عندنا خوانة ذولي أفراد معدودة، والنصف اللي أنت تقول عليه غير متعاون فهم أبناء الأنبار. أبناء الأنبار أتحدى المالكي وأتحدى أي واحد يطلع وحتى محافظ الأنبار هذا إذا يقدر يثبت أحد من العشائر ويطلع لي شيخ عشيرة يقول أنا مع المالكي أو مع القوات الأمنية. لا تبوبونها من باب حفظ الأمن مساعدة القوات الأمنية، لا لا لا، القوات ما جت لحفظ الأمن. القوات كان اللي أبدأ بها عندما راحت للصحراء ما حد تعرضها، ولكن عندما تستخدم هذه القوات لأغراض سياسية انتخابية وحزبية وتصفيات، وحتى قضية الدكتور أحمد العلواني هي قضية اللي سبق وان قلناها انباعت من بعض الخونة والشيوخ الردة الصحوات ذولي، وبالتالي كانت مسرحية ومهزلة، وعلى المالك أن يجي يلم الخردة. وإحنا أطلق يعني أو أناشد أبناء ثوار العشائر أن يكرمون اللي وقعوا بديهم من المغرر بهم، وأن لا يأذونهم ويكرمونهم ويهدوهم ويروحون لأهلهم وعفى الله عما سلف. وهذه فرصة أخيرة والله نعطيها المالك، بعدها ستكون الحرب داخل المنطقة الخضراء. شكرا. هناك مبادرة من قبل السيد عمار الحكيم، احنا المبادرات عندما تكون على اساس الحق، ونرحب بالاخ عمار الحكيم عندما يبدي مبادره، ولكن احنا سمعنا المبادره ان من شارك مع القوات الامنيه، يعني من شارك في ذبح ابناء الشعب العراقي في الانبار يتقبلوا. لا، انا اصحح للاخ عمار الحكيم واقول له يا سيد عمار انه ابناء العشائر هم من قاتلوا الارهاب، وهم الان من يدافعون عن انفسهم ضد قوات المالكي. وانا مع الاسف اقولها، وهذه نقطه مهمه. طلع احد الاخوان البارحه على التلفزيون يقول ليش يسمون قوات المالكي وليش يقولون قوات صفويه؟ والله هذه الصور منشوره على مواقعكم انتم، خلي العالم يشوف. هذه الصور مو من عندنا، من عندكم انتم. هذه قوات عراقيه، هذه قوات يتحامى بها الشعب. هذه المهزله هذول اللملوم، هذه مو قوات. انا ما اردعم بكلامي اقول الكل، ولكن اكثر القوات هي قوات دمج، وجابوها مع احترام ذولي من مزابل الاحزاب اللي جت على ظهر الدبابه، وبالتالي هذه كانت النتائج. وعليه هذه فرصه اخيره والله على المالك ان يعرف لا دبابه ولا طياره ولا طيارات موجهه تستفيد بالانبار، وعليه ان يعرف قضيه اخرى، انه كل انبار الان محشده للدفاع عن محافظه الانبار. وبالنسبه لهي جولي الانحاء، والله يتحملها مو قلت لكم اياها المحافظ واحمد ابو ريشه والكل، دماء ابنائنا في بطونهم. عندما نخلص من هذه المشكله سيكون حساب وكلام، واحنا ابرياء منهم والله، ابرياء من كل من دق طبول الحرب وجاب هذه الجيوش وخلاها في الانبار، ووقعت مجزره ما بين ابناء العشائر وما بين القوات الامنيه. يتحملوها، نعم هم يتحملوها فكرهم ان تصير انتخابات بالانبار ويصعدون على كتوف الناس ودماء الناس. لا والله لن تكون هناك انتخابات في الانبار. وعلى كل ابناء المحافظات المنتفضه التهيؤ
للمعركة الجاية، لأن ظاهر المالكي يريدها معركة مفتوحة وسنفتحها إن شاء الله. هناك حديث للخزعلي انه هو قام بتصفية الرموز، وهو من قام برفع ساحة الاعتصام، والمالكي يقول انا من رفعها. والله المالكي يدار من قبل ميليشيات وباعترافه هو، والخزعلي هذا احنا حتى ما نعرفه، يطلع يسولف يقول اخذناهم واخذناهم. انت ما اخذتهم الخزعلي انت وعمامتك، انت راح نجيبك الانبار، اصبر بس شوي هي نخلص من هي حتى ما تنفتك بين العراقيين انه احنا كابناء الانبار قاتلنا الجيش. مو صحيح هو الجيش جاي يحرر فلسطين، هو الجيش هذا اللي دزوه. انا سبق بعثنا بكثير من الرسائل الى عمامنا في الجنوب، اسحبوا ابنائكم، ما نريد يعني تصبح في ارض الانبار مجزره. بدنا نقول لهم اكراما لله، اكراما ما تبقى من دماء العراقيين. يعني هل هم باعثين ابنائهم لتحرير فلسطين، لتحرير وين؟ يعني ما نفتهم. فلذلك انا اقول هذا الخزعلي وغيره هذول الميليشيات ماجوره، والمالك يستخدمها كاوراق، وعليه لا يفرح الخزعلي وغير الخزعلي. والله ثم والله ثم الله، لان صار لهم بغداد مقتص منهم. ان شاء الله. السلام عليكم.